السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا. فيديو جديد هنتعلم فيه النهاردة ازاي ننفذ مع بعض الوحدة دي. الوحدة دي من الوحدات المميزة في ان هي شيك وفي نفس الوقت بسيطة، مش محتاجة تكوني عارفة فيها غير غرزة العمود وغرزة الكلاستر، يعني مجرد غرز بسيطة تقدري تنفذيها. غرزة الكلاستر بكل تفاصيلها لو هي مطلوبة مني في الباترون ب3 عمود او ب4 عمود او حتى ب2 عمود، بوضح لك في فيديو منفصل على القناة تحت اسم باترونات، هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، ازاي تفرقي بينهم وازاي تنفذيها بالتفصيل. الوحدة دي عبارة عن بداية 8 كلاستر، وهيكونوا في الاول عبارة عن دايرة، وازاي هحولهم لمربع يطلع عندي بالشكل ده. والاسطر دي كلها مجرد ما تكرري اول سطر، تاني سطر، تالت سطر، رابع سطر وغيره، تقدري ان انتي تمشي بالمقاس لغاية، حتى لو عايزة تعمليها 60 في 60، متر في متر، اللي انتي عايزاه. ممكن طبعا تعمليها لغاية مثلا 10 سنتي، 12 سنتي، اللي انتي عايزاه بقى، وشايفة ان القطعة بتاعتك متطلبة المقاس المعين ده. يعني هعمل دي مثلا لغاية هنا 10 سنتي، زي ما اكون هعملها زي دي تقريبا، دي 23 سنتي. دي انا القطعة اللي هعملها بيها محتاجة يكون عندي بالمقاس ده. وشرحت قبل كده في شغل الوحدات في فيديو برضو منفصل ازاي احدد انا محتاجة كام وحدة للمقاس اللي انا عايزاه، وغيره برضو هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. نبتدي نشتغل على طول. انا اشتغلت دي بأليس ديفا بلس بإبرة رقم 3. هشتغل معاكم دلوقتي للشرح بخيط أليس ديفا، وهستخدم معاه إبرة رقم 4. نتوكل على الله ونقول بسم الله، نبتدي على طول. هعمل دايرة سحرية، بس ما سيبش المسافة تكون قصيرة كده، يعني تسيبي مسافة كافية انك تلضميها في الإبرة وتشطبي الوحدة بعد ما تخلصيها. مش بشتغل في 5 حلقات، بشتغل في حلقة سحرية. هنشوف مع بعض دلوقتي. انا هرتفع الاول اهو 3 سلسلة، قفلت باول سلسلة، حكمت المجرى او بتاع الخيط اللي هو السحبة دي. تمام. هخرج بقى واحدة من دول، ممكن تكملي زي ما هي عادي، هتسحب برضو كده، بس انا بعملها دبل كده، بتبقى ايه، تخينة شوية وسهلة كمان في السحب ايا كان عدد الكلاستر بتاع الاساس. هعمل اول حاجة كلاستر ب3 عمود، هعتبر ال3 سلاسل دول من العدد، يعني هعمل كمان باقي الكلاستر ب2. ادي اول حاجة، الكلاستر بيبقى عمود مش مكتمل اهو، ادي يعتبره كده تاني عمود، وبعدين تالت عمود، 1 2 3. الفراغ اللي عندي بين الكلاستر والتاني هيكون 3 سلسلة. اكمل تاني كلاستر، ادي اول عمود مش مكتمل، قلنا كلاستر ب3 عمود، ده تاني عمود مش مكتمل، تالت عمود مش مكتمل، ارتفع او اخد مسافة 3 سلسلة، وهكمل لغاية ما يبقى عندي 8 كلاستر. وصلت هنا لعدد 8 كلاستر، 2 4 6 8. الدايرة طبيعي بتوسع معاكي وانت بتشتغلي، حلها سهل جدا، ان انت هتشدي من الطرف. انا ما قفلتش لسه بمنزلقة، هقفل بمنزلقة وبعدين اسحب. عايزة تقفلي الاول عادي، يعني تسحبي الاول قصدي عادي اهو. سحبت بمنزلقة، شدي بقى الخيط اللي ورا اهو، شوفي اتجاهه، ما ينفعش تقومي شده كده، فاهمين؟ ما ينفعش تقومي شده كده، لا شدي في اتجاهه اهو، ماشي دوران كده اهو كده. بعدين تلفي بقى على ايدك وتشدي شدة عظيمة كده، تلاقيها ايه، بتلم. دي اضيق حاجة ممكن اوصل لها، والكلاستر يكون موجود مش جاي على بعضه ولا شكله مش لطيف. بحب فتلة السحب اكتر من ال5 سلاسل اللي بشتغل عليهم، بتخلي الدايرة فيها اريحية شوية. خلاص انت لقيتيها ضيقة هتوسعيها سنة، لقيتيها واسعة هتضيقيها وتضميها بالشكل اللي يخلي الكلاسترز كلهم مترتبين جنب بعض بالشكل ده، مفيش حاجة جاية على التاني زي ما انتوا شايفين كده. فبتبقى السحبة دي بالنسبة لي هي الافضل يعني. تمام. هنشوف السطر اللي بعد كده. ال8 كلاستر اللي عندي دول، تعالوا نقسمهم ازاي. لو عايزة تعملي بماركر اعملي. هنقول ان احنا هنبتدي اول
حاجة في السطر من الفراغ ده، هشوف هنروح له ازاي دلوقتي. فالفراغ ده هيبقى عندي فيه مجموعة كلاستر، تمام اهو، والفراغ اللي بعديه هيكون فيه مجموعة أعمدة، تمام. ممكن تعملي علامة لنفسك كده زي ما انا بقولك، او لو فهمتي من الشرح كده خلاص مش لازم تعملي علامة ولا حاجة. فالفراغ ده هعمل فيه مجموعة 3 عمود. خلينا في الفراغات المسافات التحرك دلوقتي سيبوها. وهعمل هنا مجموعة كلاستر، وبعدين هنا مجموعة 3 عمود. عندك بنسة، عندك دبوس، اي حاجة، مش لازم ماركر من ده خالص. فيبقى انا كده علمت انه الاجزاء دي، بما ان ده خلاص اول حاجة هعمل مجموعة كلاستر، فهنا هعمل مجموعة 3 عمود، هنا مجموعة 3 عمود، وافوت واحدة. وهنا لو عندك ماركر يكفي اهو. في دي كمان هنعمل مجموعة 3 عمود، وكمان ماركر للفراغ اللي هو ده. بتفوتي فراغ وفراغ. يبقى انا كده عندي فراغات هعمل فيها 3، وفراغات مجموعة كلاستر. انا علمت اللي هعمل فيه 3 عمود. خلونا نشوف بداية السطر هتبقى ازاي. هروح لأول السطر. لما تشتغلي بقى في الجراني وفي الكلاستر وكده خلاص هتبقي عارفة الحتة دي. بروح بمنزلقة عشان امشي لأول حاجة هشتغلها، تمام. هرتفع 3 سلسلة ومجموعة الكلاستر. ثواني اظبط بس. تالت سلسلة، تالت سلسلة هعمل اول كلاستر، والتلاتة سلسلة دول من عد الكلاستر الاول. هعمل اهو ادي باقي. هو الكلاستر هنا كله ب3 عمود، فانا كده عملت كلاستر، كملت ال2 عمود جنب ده، اصبح كلاستر ب3 عمود. وهاخد فراغ 3 سلسلة، وهعمل ايه؟ هعمل في نفس المكان كلاستر تاني ب3 عمود. ادي واحد، سوري ده تاني، تالت عمود للكلاستر عشان يبقى الكلاستر خلص اهو. ادي اول مجموعة، ده اللي هيشكل لي، بصوا، الاركان بتاعة القطعة. دلوقتي انا بشكل دلوقتي، بصوا في الركن ده انا دلوقتي حددت الفراغات. الفراغات دي اللي هعمل فيها 3 عمود بلفة، واتأكد ان انا مفوتة واحد. ده بيساعدني ان انا اول سطر ما اتلخبطش وافكه. الواحد يعني ما بيصدق ان هو خلص جزء. طالما في حاجه ممكن تسهل لي ان انا اشتغل، او ان انا اعد، او ان انا ما اتلخبطش، خلاص اعملها. بنس شعر بقى، دبوس، اي حاجه. انا هنتقل للفراغ ده علشان اعمل ال3 عمود بفراغ سلسلتين، 2 سلسله، وهعمل 3 عمود و2 سلسله، وانا لسه في نفس المكان. شوفوا ادي شلت الماركر بتاع الفراغ بتاع ال3 عمود. هروح اعمل فيهم الفراغ، عفوا، 3 عمود عادي بقى، مش كلاستر. 2 اهو، 3. تالت عمود. الكلاستر هيكون في الاركان بس. عملت الكلاستر 3 عمود كلاستر، مشيت مسافة سلسلتين، عملت 3 سلسلة. هرجع تاني اعمل مسافة علشان اعمل ركن الكلاستر التاني. الجزء او الفتحة او الفراغ اللي ما فيهوش ماركر هو اللي هعمل فيه المجموعة. ما ينفعش مجموعتين ورا بعض، عفوا ما ينفعش 3 عمود مرتين ورا بعض. هنا لا، انا بعمل مجموعة 3 عمود، مجموعة 3 عمود اهو. يبقى هنا مجموعة الكلاستر خدت 2 سلسلة. هبدأ كلاستر ب3 عمود لتاني مرة اهو، بنوضحه. تاني عمود مش مكتمل، تالت عمود مش مكتمل، اسحب واخد فراغ 3 سلسلة، واروح فين؟ في نفس المكان اعمل الكلاستر التاني. 2. امسكي الماركر مع الخيط. 1 2. تمام. عملت الكلاستر بمسافة 3 سلسلة، والكلاستر التاني بعدين هاخد مسافة سلسلتين. انا كده وصلت للي متعلم بالماركر. قلت اللي متعلم ده هعمل فيه 3 عمود بلفة. 1 2. اوقات كتير واحنا بنشتغل ممكن اقول لحد 3 سلسلة وتلاقيني بشتغلهم 3 عمود، فاهمين؟
يعني احنا اتبرمجنا ان احنا خلاص بنشتغل ده، بس النطق اللي ساعات بنتلخبط، فمعلش. 1 2، يبقى انا كده 2 3 عمود 2 فراغ. وصلت للجزء اللي ما فيهوش علامات، هو اللي هعمل فيه مجموعة الكلاستر زي ده. هعمل اول كلاستر 1 2، اول كلاستر ب3 عمود وفراغ 3 سلسلة، والكلاستر التاني. وبعدين هعمل في مكان العلامتين دول 3 عمود و3 عمود، وهنا عندي في النص هعمل مجموعة كلاستر تانية زي دول ونكمل. وصلت هنا لنهاية السطر، المربع بدأ يتشكل معايا. هقفل بمنزلقة في غرزة الكلاستر بعد مسافة ال2 سلسلة، وهضيق خيط البداية ده اللي هو خيط الدايرة. قفلت بمنزلقة في غرزة الكلاستر، وهروح للمكان اللي هبتدي منه الشغل زي السطر اللي فات بالظبط بغرزة منزلقة، وارتفع سلسلة. اسيب الابرة لما اضيق الخيط ده، عايزة تشطبيه شطبيه، عايزة تسيبيه للاخر سيبيه. وارد جدا ان هو يوسع وانت بتشتغلي. تمام، فانا هشطبه. ضميت حلقة البداية اللي في الاول، خلاص كده الدنيا بقت مظبوطة. بدأ خلاص المربع يتشكل، كل مدى هيظبط معايا. تمام، ادي كده انا خلصت، انهيت، انتقلت بالمنزلقة، ارتفعت السلسلة، هكمل عليها علشان اوفي ارتفاع اول سطر. ادي كده سلسلة بعتبرها طبعا من العدد. ادي تاني واحدة، تالت واحدة. وهعمل هنا برضو ايه اللي عملته في نفس السطر السابق، هعمله هنا فوق الكلاستر، هيبقى كلاستر. وهنشوف هنتعامل ازاي فوق ال3 عمود اهو، فوق الكلاستر. شايفه مجموعات الكلاستر كلها هتمشي كده كلاستر فوق بعضه بالشكل ده اهو. خليني اقول لكم ان انا برضو يليق قوي مع الكلاستر ارتفاع 2 سلسلة. وانا منفذة على فكرة القطعة التانية دي بارتفاع 2 سلسلة، واحلى الاتنين صح. لكن انا بشوف الاظبط الاتنين سلسلة، حتى لما بشتغل حاجة في ارتفاع العمود بعمله 2، زي ما بعمل للنص ارتفاع سلسلة واحدة زي الحشو. اهو ادي الكلاستر بيكون شكله اظبط من اللي ب3 سلسلة. ده انا حبيت بس اوريكم ايه الفرق. دي مش غلط ودي مش غلط، الاتنين صح، ولكن الاظبط دي. تمام اهو. باخد فراغ كام، ادي عملت سلسلتين، اخد التالتة وهعمل الكلاستر التاني اللي ب3 عمود بلفة مش مكتملين اهو. مش محتاجة اعلم اول سطر، انا خدت ارتفاع، انا خدت مسافة سلسلتين، مش محتاجة اعلم اول سطر لان هو واضح جدا اهو. واضح ان ده بداية السطر، فمش محتاجة بقى خلاص العلامات هنا. طيب هتعامل ازاي فوق ال2 سلسلة وال3 عمود القدام وال2 سلسلة علشان اوصل للركن ده؟ هعمل نفس اللي عملته هنا، هفضل محافظة على مسافة السلسلتين قبل والسلسلتين بعد زي ما نعملهم دلوقتي لغاية اخر القطعة ايا كان انت عايزة طولها ايه. هروح دلوقتي في الفراغ ال2 سلسلة ده، هعمل 2 عمود بلفة. اول عمود، تاني عمود في الفراغ اهو. تمام، ال3 عمود فوقيهم 3 عمود، وبعدهم في الفراغ 2 عمود زي اللي قبلهم اهو. هروح بقى على كل عمود اشتغل عادي خالص، عمود، تاني عمود اهو، تالت عمود كده، 2 عمود في الفراغ، 3 فوق ال3. وهعمل في الفراغ تاني زي ما عملت في البداية 2 عمود. شايفين ال3 عمود اصبحوا كام دلوقتي في السطر التالي؟ علشان عملت 2 قبل و2 بعد، بقوا كام؟ 7. 2 و3 5 و2 7. هل ده ممكن اخده علامة تخليني اراجع السطر اول باول تساعدني فيه؟ طبعا. ال3 بتزيد 4، كل جزء من ده
كل عدد أعمدة بين الأركان بيزيد 4 في كل سطر. بصوا، خلينا بس نجيب إبرة نعدي بيها بدل دي. شوفوا هتبقى كده هي كده واضحة اهي. هنا عندي 3 عمود، هنا بقوا كام؟ 1 2 3 4 5 6 7. التلاتة بقوا 7، يعني المفروض هنا يبقوا 11. 2 4 6 8 10 11. المفروض هنا يبقوا كام؟ يزيدوا 4، فهنا 11 يبقى هنا 15. 1 2 اللي هما في الفراغ ده، وبعدين 4 6 8 10 12 14 15. ال15 دول في السطر التالي هيبقوا كام؟ هيزيدوا 4 يبقوا 19. يبقوا 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 اهو في الفراغ. تمام. دي من الحاجات اللي بتظبط قوي وبتريحك وانتي بتراجعي السطر اول باول، وبذكرك وبذكر نفسي بمراجعة السطر اول باول، لانه لما اكون مثلا شغالة بخيط زي اليس ديفا زي ده، انا مش عايزة غلط. ليه مش عايزة غلط؟ علشان انا مش هفك كل الشغل ده تاني اهو، مش هفك كل الشغل ده علشان عندي غلطة في عمود او غلطة في ان انا ما عدتش او ما راجعتش. لا يا جماعة، لازم مراجعة اول باول. في رأيي انا الشغل ارق بكتير بالديفا العادي اهو عن بالديفا بلس. يعني شوفوا الفرق بين سمك الخيطين، ده اليس ديفا العادي وده اليس ديفا بلس. ودايما بعد الزيادة اللي هي 4 2 هنا و2 هنا باخد مسافة سلسلتين علشان اروح للركن. خدت هنا مسافة سلسلتين، عملت المجموعة في الركن 2 كلاستر وبينهم مسافة 3 سلسلة، وخدت مسافة هنا سلسلتين، وهروح فين؟ هروح في الفراغ اللي هو السلسلتين اللي هو ده، وهعمل 2 عمود. 1 2، وفوق ال3 عمود هعمل 3 عمود. شوفوا ببين اول عمود فين اهو. ما تلخبطش بقى لما اعمل العمودين دول وادخل في ده على طول، لا ال3 لازم اطلع فوقيهم ب3 اهو. 1 2 3 اهو، ومباشرة اعمل في الفراغ ده 2 عمود بلفة. 1 2. تعالوا نشوف بقى اهو. تعالوا نشوف، ادي الركن، ادي 2 عمود، بمشي ب2 سلسلة في الفراغ السابق، 2 عمود فوق ال3 3 وفوقيهم 2 في الفراغ، اقصد 2. وبعدين عملت الركن ده وعملت زي ما عملت هنا، عملت هنا، وهكمل بنفس الطريقة. كل ما ده هيظبط شكل المربع هكمل بنفس النمط. وصلت كده لآخر السطر. ال3 دول بيزيدوا 4، العواميد اللي هي غير الأركان بتزيد 4 مع تكرار الشغل. الأركان فوقيها خلاص أركان على طول للنهاية. أنا خلصت هنا، عملت 2 سلسلة، اتأكدت إن دول 7. بأكد على حضراتكم مراجعة السطر كل سطر أول بأول. هقفل فين؟ هنا عملت هنا 2 سلسلة، هقفل بمنزلقة في غرزة الكلاستر، وهمشي بمنزلقة للفراغ ده، علشان همشي بمنزلقة يعني اروح في الفراغ واعمل منزلقة واظبط الشغل بسلسلة ارتفاع مع التانية، واعمل على طول الكلاستر، لان ده ركن خلاص الاركان شغلها واحد للنهاية. سطر 2 3 بتكوني حفظتي. وادي الفراغ 3 سلسلة، اوسع سنة وهعمل الكلاستر التاني في نفس المكان اهو. كلاستر ب3 عمود مش مكتملين.
وكأنك بتسمعي. خلاص ايدك بتاخد مسافة سلسلتين. في الفراغ السابق هنا هشتغل ايه؟ هشتغل 2 عمود. تاني عمود في الفراغ، يبقى كده 2 سلسلة و2 عمود. اول عمود بيستخبى بيتدرى شوية اهو، ما تتلخبطيش وتبداي اول عمود هنا، لا، اول عمود انتي ما اشتغلتيهوش لسه اهو. يبقى كده اول عمود فوق الاعمدة السابقة. هكمل، وصلت لاخر عمود فيهم اهو، اعمل فوقيه عمود. وصلت للفراغ السابق الاتنين سلسلة. الاتنين سلسلة قلنا نعمل 2 عمود، وبعدين ناخد فراغ اهو، ناخد فراغ 2 سلسلة ونروح للركن. هنعمل ايه في الركن؟ هنعمل كلاستر 3 سلسلة كلاستر تاني. طيب تعالوا نراجع اهو. انا قلت المجموعات دي غير الاركان بتزيد 4، هنا 3 بقوا هنا 7. تعالوا نشوف هنا بقوا كام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 3 7 11 بزيادة 4. وهعمل الركن زي هنا بالظبط، كلاستر 3 كلاستر، وهوصل لهنا ونشوف. انا كده انهيت السطر معاكم. خلصته هنا ب2 سلسلة، وقفلت بمنزلقة في الكلاستر، ونقلت بمنزلقة ورفعت بسلسلة لحين ما ابدأ اكمل السطر اللي بعد كده. خلاص انا بقى عندي الاسطر اللي باقيه مجرد تكرار للي احنا عملناه مع بعض في الفيديو. اعرفوا خلاص قدامك الشغل اهو. 8 كلاستر الاركان كلاستر. وريتلك ازاي تحددي الاجزاء اللي هتشتغلي فيها 3 عمود من اول سطر عشان ما تتلخبطيش، وازاي هتطلعي مكان للاربع اركان ومكان للتلاتة عمود. التلاتة عمود دول السطر اللي بعدين بيزيدوا 2 قبل و2 بعد، يبقى كده مجموعات العواميد دي بتزيد 4. التلاتة هنا اصبحوا 7، هنا اصبحوا 11. ال11 هيبقوا 15 زي ما وضحت لكم في الوحدة دي. فكده انا قلت لكم ملخص زيادات الوحدة، انه الزيادات في الجزء دوت كله اربعات في كل سطر عن السطر السابق. الاركان موجودة قدامي، شرحت لكم بالتفصيل ازاي اكبرها. خلاص هي مجرد تكرار بس للاخر. هتعمليها بقى ممكن وش كوشن، يعني وش خدادية، فتعملي مثلا لمسافة عفوا عرض 40 في 40 او 40 في او 50 في 50 اللي انت عايزاه، يبقى وش خدادية. ممكن تحطي ورود بسيطة، ممكن تسيبيها كده تختاريها باللون اللي انت عايزاه، ممكن توظفيها في كذا حاجة، تعمليها وحدة صغيرة تشبكيها تبقى بطانية، تبقى كوفيرتا، ايا كان انت عاملاها بصوف او عاملاها بخيط قطن. واحدة لطيفة بسيطة في الشغل. اتمنى اكون شرحتها بشكل بسيط ووافي لحضراتكم. لو وصلتوا للجزء ده في الفيديو فشكرا جزيلا على المتابعة، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.